اهلا بيكم. ونتيجة الاعلان سكن كل المصريين 5. انا عايز اقول لكم انا تاني فيديو اعمله عن النتيجة. فقايدكم كده تسمعوا الكلام وتصدقوني بقى لما اتكلم. يعني انا طلعت الفيديو اللي فاتت ده وقلت يا جماعة في تصريحات من مي عبد الحميد. قلت ان دي تصريحات من مي عبد الحميد بتقول النتيجة بعد 15 يوم. قلت لكم هي ازاي بتاع 15 يوم دي؟ انا قلت كده، قلت هي ازاي تكون النتيجة بتاع 15 يوم؟ ازاي يعني؟ ازاي 500,000 هيتفحصوا في 15 يوم؟ هي مشغله معاها كام واحد؟ انا عايز اقول لكم بقى ان الكلام ده طلعت مي عبد الحميد انكرته، وزي ما انا كنت متوقع بالظبط، وقالت يا جماعه انا ما ينفعش اعلن النتيجه لما ينتهي الفرز. لما ينتهي الفرز. فتعالى اقول لكم بقى كده بالحساب وبالمنطق. بالحساب وبالمنطق، هي النتيجه دي ممكن تبقى بعد قد ايه؟ ممكن تبقى ايه بعد قد ايه؟ خلينا كده مع بعض نفتكر ان اول حاجة هي مش قبل 3. خلينا كده متفقين. الفرز بدأ يوم ايه؟ يوم 19 او يوم 19 الفرز بدأ. فاحنا عندنا، تعالوا نفترض افتراضات عشان تعرفوا النتيجة تقريبا كده. للنتيجة عشان تبقوا فاهمين. لو احنا بنتكلم مثلا في، هنقول كام موظف يعني؟ هنقول 50 موظف. خلي بالكم 50 موظف في كيان واحد ده رقم مش حاجه قليله يعني. بس الناس اللي بتفرز دي لو هنتوقع ان هم 50 او اقصى تقدير ممكن يكونوا 100 موظف. ما هو اصل ده مش اي موظف بيفرز يا جماعه. يعني مش بتاع خدمه العملاء، لا، ده لازم الناس بتبقى فاهمه هي بتبص على ايه عشان خاطر تعرف تفرز الورق. فلازم متخصصين، مش هيجيبوا مثلا اي حد ولا يدوا الورق لاي حد ولا اي شركه ولا اي بتاع فريزي دول وخدي، لا. الموضوع بيختلف. انت بتتكلم في مصائر اسر، ولسه نتيجه الفرز ده بعد كده اللي يخشوا اولويه. فبالتالي انت بتتكلم على عدد محدود من الموظفين. لو كل موظف عمل له في اليوم كام يعني؟ هيفرز في اليوم كام؟ مثلا 100. طب تعالى نقول 150. طب تعالى، انتوا متخيلين الموظف ده هيشتغل يعني كام واحده في اليوم؟ من 100 ل 200. ده الموظف الايه اللي هو قاعد على مكتبه ما بيتحركش. الموظف اللي هو قاعد على مكتبه ما بيتحركش. انا بديكم بس بنقل لكم. فالناس دي بتتكلم مع 500,000 ملف اترفع. 500,000. فال 500,000 دول هيخلصوا في ايه؟ هيخلصوا في معلش في شهر، في 30 يوم عمل. ده احنا هنفترض ان هم 30 يوم عمل. الناس دي في ال 30 يوم تقدر تعمل كده؟ حد يعرف؟ لو هم يعني ايه؟ لا، الموضوع لن يقل في توقعاتي انا عن شهرين 3. لن تقل عن شهر. فهو خلصان في 19 يناير، ابتدى في 19 يناير، 19 فبراير ادي شهر، 19 مارس 2. يعني احنا بنتكلم ان لن تظهر النتيجة قبل اول ابريل. قبل ايه؟ اول ابريل طبعا. وينازل اعلان جديد لإشواء في منتصف مارس. بس خلينا الاول عايزين نتيجة الاولاني. لا، ده ممكن ينزل الاعلان ويخلص. ينزل الاعلان ويخلص وتكون النتيجه لسه ايه بيطلعوا فيها. ليه؟ لان العدد كبير. احنا قعدنا في الاعلان ال 14 وكانوا حوالي 300,000 مقدمين تقريبا، واللي اتوافق عليهم 220. انا عايز اقول لكم قعدنا 3 اشهر واكتر من 3 اشهر، والناس كانت بتستغرب النتيجه اتاخرت ومش عارف ايه. فاي حد اتكلم وقال لك 15 يوم، انا طلعت وقلت ده يا ريت. يا نهار ابيض، دي تبقى معجزه من يبقى هم اتبعوا بقى يعني طرق الاي اي في فرز الداتا والكلام ده كله. وانا اعتقد ان الاي اي ما يعرفش يفرز الداتا بتاع المصريين. اللي هتلاقي واحد حاطط له شهاده الميلاد فوق، واحد حاطط له شهاده الميلاد تحت، واحد حاطط له الجد العائلي فوق، واحد مش هيعرف. واحد كاتب بقى بخط مش عارف ايه، واحد كاتب بخط ايه. ولا اي اي ولا مش ده. لازم موظفين، ولازم موظفين متخصصين يكونوا بيعرفوا يتعاملوا مع هذه الاوراق ويعرفوا يفرزوا الاوراق بشكل سليم وبشكل كامل. عشان يكتب لكل واحد انت عندك خطأ في الاستمارة، انت عندك مش عارف ايه، انت عندك ايه، ويحددوا لكل واحد زي ما كنا عارفين عشان ما نيجي نستعلم بيطلع ايه؟ خلاص انت تم القبول وروح بقى هتدفع في مكاتب البريد. و قصدي لا، هتخش بقى الفرز بتاع الاولويه يعني ترتيب الاولويه لسه هتخش عليها، ولا هتعمل ايه؟ هتكمل بقى الناقص. وطبعا
هي الفرصه الاجمل في الموضوع ده ايه؟ ان انت ان شاء الله السيستم ككل هيفتح فيه فتره التظلمات دي للي يحب ايه يقدم ايه برضو الورق بتاعه ويقدم الحاجه بتاعته. يا ريت كل الناس اللي هي بتتابعنا مش عايزين نسمع لاي حد. في ناس بتبقى عايزه تملى، تبقى دايما موجوده 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 موجوده. طب يا جماعه، هو انا دايما موجود بس اقول معلومات غلط؟ ولا دايما موجود كده اختار المعلومه الصح اللي تتقال؟ اللي انا بقوله لكم ده هو قمه الصراحه. مش هضحك عليكم واقول لك ده بعد شهر، ويجي بعد شهر اقول لك بعد شهر، ويجي بعد شهر اقول لا، انا فهمتك هي هتتعمل ازاي. خدت بقى، افرض طبعا، وده متوقع، يشتغلوا شيفتين، يشتغلوا 3 شيفتات، مع ان ده يعني ما اعرفش الصراحه، بس يعني انا ما اقدرش اتكلم، يعني انا ماليش اللي هو لا. بس هنا في معدلات ما ينفعش مثلا واحد في اليوم يعمل له 1000، استحاله. دي لو واحد في اليوم عمل له 1000 يبقى الموضوع ده بايه؟ بيتكلفت. وانا اعتقد ان الناس دي ما بتكلفتش. ليه؟ لان هم بيفرزوا الورق وكل واحد مسؤول عن الملفات اللي فرزها، والحاجات دي ممكن يترفع بيها قواضي وحاجات قانونيه وحاجات بتاع. فكل موظف، وفي النهايه دول موظفين، يعني مش هياخد جايزه يعني انه خلص 1000 في يوم واحد. ولكن طبعا لو جه غلط في حاجه في فرز الاوراق دي بيتحاسب. فبالتالي كل موظف هيكون حريص جدا وهو بيفرز الاوراق. فانا عشان كده طالع اقول لكم النتيجه لن تكون، استحاله تبقى قبل اول 3، وفي توقعاتنا لن تكون قبل بدايه ابريل. وان كانت كده هتكون بقى في المتوسط ده اللي هي اخر مارس، في ابريل في المتوسط ده. وحتى خلي بالكم ده ممكن تترحل لبعد كده كمان. واحد يقول لي لا بس اصل الاقساط الربع سنه، اقول لك لا، ده انت ممكن كده لو انت بقى حاسبها على الحسبه دي انت ما تلحقش الربع التاني اصلا. يعني خلي بالكم، هي الاربع الثانويه ايه؟ يناير فبراير مارس، وفي ابريل مايو يونيو. فانتوا خلي بالكم انتوا ممكن اصلا ما تلحقوش الربع اللي هو بتاع اللي هو ايه ابريل مايو يونيو، ممكن ما تلحقوش. ليه؟ لان بعد النتيجه دي يا جماعه نخلي بالنا ان في فتره تظلمات 15 يوم، والناس بتبتدي ترفع ورقها تاني، وبعد كده بيبتدوا فرز بقى الناس اللي هم قدموا التظلمات دي، وبعد كده يبتدوا يدخلوا كل ده في ترتيب الاولويه، وبعد كده يبتدوا يعلنوا النتيجه. الموضوع ايه؟ الموضوع ما بيجيش كده، لا. فبالتالي لا، احنا اعتقد ان الاقساط الربع سنويه هتبدا ان شاء الله على اول يوليو، ان كان عايزين يمشوها كوارترات مظبوطه. طب ما هي ممكن تبدا في يونيو، اللي هو دفع بقى الربعات السنويه، ويبتدي يمشي يونيو، وبعد كده يبتدي سبتمبر، وهكذا. مش شرط يمشيها اللي هي ايه تقفل على شهر 12، مش شرط. ممكن يخلص مثلا، خلص وكل حاجه في مايو، هتبقى القسط الربع السنوي بتاعك في مايو، يبقى مايو يونيو يوليو، يبقى التاني فين؟ في اغسطس. يبقى اغسطس سبتمبر اكتوبر، يبقى اللي بعده فين؟ في نوفمبر، وهكذا. بس هو الاغلب لو حب يمشيها مظبوط، لو حب ايه يمشيها مظبوط مع الكوارترات السنويه بشكل عام، يبقى احنا بنتكلم فين؟ ان ممكن دفع الاقساط السنويه يبتدي فعلا على ايه؟ على شهر يوليو. شهر ايه؟ يوليو. يا رب بالتوفيق للناس كلها، ويا رب النتيجه تطلع مرضيه للناس كلها. وانا معاكم لغايه النتيجه، وكل الاخبار الجديده هقولها لكم، وكل المفاجآت الحلوه والسعيده. ونتمنى طبعا كل اللي قدم يا جماعه ياخد الشقه. ونتمنى يزودوا نسبه الاعزب شويه، لان لو على الكلام اللي موجود في الكراسه الاعزب هتبقى فرصته ضعيفه جدا، وده حرام. ده شاب عايز يعني يجتهد ويحوش عشان خاطر يحصل على شقة يبتدي فيها حياته. انت فاهمين يا جماعة؟ ولكن طبعا ده قرار بيحتاج ايه بقى؟ قرارات وزارية. وانا اعتقد ان الوزير دلوقتي، انا اتمنى انه يطلع بتصريح ان هو يعطي كل فئة من هذه الفئات نسبة، تكون ايه؟ نسبة كبيرة. لازم يبقى فيه نسبة للمتزوجين، مثلا لو هنقول بنسبة 50%، ويكون في مثلا 20% للأعزب. يكون في 20% من عدد الشقق للأعزب، حسب بقى ترتيبهم وحسب أعمارهم، حسب ما هم يشوفوا. بس لازم تكون في نسبة مخصصة لهذا الإيه؟ لهذا البند.
يا رب دايما اشوفكم كل خير، ويا رب الخير لكل اللي بيتابعونا وكل المتابعين الكرام. يا رب يا رب يا رب كل اللي عايز شقة فعلا ياخد شقة، واشوفكم دايما على كل خير. شكرا ليكم، والى اللقاء كل متابعينا الكرام.